ايه الاسئله الجامده دي يا عم؟ ايه يا عم ده؟ انت ايه انت حبيبي يا اشتغلت دكتور. نسا قبل كده ولا ايه؟ السؤال الاخير بقى، عشان ده ترند بدا يظهر وشفناه بقى على الايه، على التيك توك حبيبي. حبيبي التيك توك. الدكاتره سلمنا على ام خالد والله. تحياتي لام خالد. الاستخدام، نسيتني السؤال. لا قول يا باشا. الاستخدام بتاع البلازما اللي هو بيسموه البي ار بي. يا لهوي عليك. ايوه، قال لك بقى ايه، احنا بنجيب البلازما بتاع مم. العيان، بنجيب الدم العيان ونفصل منه البلازما ونحقنه موضعيا في المبيض بحوار معين كده عشان نزود مخزون المبيض او نحسن التبويض او طب أو انا أو كذا انا أو يعني. هزيدك من الايه، اسمه ايه، من الإيه؟ الشعر من بيه. الشعر بيه، صح؟ مش بيقولوا كده؟ هات يا طيب. باشا. بص يا باشا، ده حسب القشري. اه القشري طب اللي هي الجمعيه الاوروبيه للخصوبه. تمام. خلاص. اللي احنا قلنا على الكورتيكوستيرويد ايوه اللي هي الكورتيزون. تمام. واتكلمنا على البلازما، حقن البلازما ما للمبيض. ده سؤالنا بقى. وفي حاجه كمان اسمها ايه، السائل الابيض اللي هو الانتراليبيد او المحلول الابيض. المحلول الابيض ده بتاع المغذيات ده انتراليبيد لا بيدوه لحالات الفشل المتكرر الحاد المجهري برضو. وللاسف بقى يا دكتور احمد المشكله في ايه؟ طبعا الحاجات ديت يعني ما تنفعش خالص. تمام. بسبب ده بالدليل العلمي ملهاش اي دور يعني. طبعا خالص ده خالص بيقولوا خالص البلازما دي بتعمل شغل خالص عالي. خالص. وطبعا الكلام ده انا مش هقول ان هو ملوش دليل علمي، ده الكلام ده نصب، مش ملوش دليل علمي. بس اللي مزعلني حاجه بقى يا دكتور احمد، ان بلاقي مثلا في حد بشوفه طبعا على الفيس مراكز لدكتور استاذ دكتور في جامعه مصريه. كنت لسه هقول لك كده. والله العظيم. وكمان في دكتور استاذ كمان، راجل بيدي محاضرات وبيطلع في المؤتمرات وبتاع وايه، وبيبارك الايه اللي بيعمله الدكتور ده. طبعا بيجيب لك طبعا ايه، ممكن مرات البواب بقى مش عارف ايه، ده انا الدكتور حقل البلازما وانا كان عندي الفشل المبكر والناس تسقف. مفيش والناس ايه طبعا الكلام ده ضحك على الدقون يعني، وكلام نصب. خلاص. وللاسف برضو موضوع ان انت المحلول الابيض ده في استاذ دكتور برضو للاسف، وبيروج له برضو على الفيس، عشان طبعا الكلام ده ثبت ان هو ايه، كلام غير علمي وكلام غلط ولا بيعمل اي حاجه. طبعا احنا عارفين بالعاميه كده مخزون المبيض ده مخزون. تمام. يعني مثلا الست عندها 1000 بيضه بتخلصهم خلال فتره. خلاص. لو حصل ان هي دخلت في حاجه اسمها فشل مبكر للمبيض، تمام. اللي هو البي او اي. تمام. خلاص. واحنا بنقول ايه اللي بيحصل، اللي بيحصل خلاص. بنقول بس ان ايه، الست دي ممكن تحمل طبيعي، خلي بالك، بنسبه 5-10%. تمام. يعني حتى ما اسموش ايه بي او اف او البريماتيور اوفيريان فيلر، لا اللي هو الفشل الكامل، لا اسمه بريماتيور اوفيريان انسفشنسي. يعني انت فاهم كلامي؟ قليل. بس مش مفهوم. مش مفهوم. ممكن الست تحمل طبيعي لوحدها، تمام، بالصدفه، بتاع حاجه بتاعت ربنا، صح، بنسبه 5-10%. خلاص. لكن بقى ما فيش ايه علاج هديه لها هيزود المخزون. انسى الفيلم ده خالص. تمام يا دكتور. لا بس انت، لا اسئلتك، لا اسئله انت دي كانت لا جامد بناء على طلب الجماهير. حبيبي والله. حبيبي يا دكتور. حبيبي دور الدنيا. الله يخليك يا عسل.